الخلاصة إنه في أول 500 مليون سنة من أول الظهر الأركي ولغاية حوالي 3.5 مليار سنة فاتوا، الغلاف الجوي للأرض كان مختلف تماما عن اللي نعرفه النهاردة. في الوقت ده كان الجو تقريبا خالي من الأكسجين، وكان مليان بغازات زي الميثان والأمونيا، والحياة على الأرض كانت متركزة في الميكروبات البسيطة اللي بتعيش في ظروف قاسية. بعد كده بحوالي 800 مليون سنة من 2.7 مليار سنة فاتوا، بدأت الكائنات الحية اللي بتعمل عملية التمثيل الضوئي الفوتوسينثيسيس تظهر. والعملية دي مش بس غيرت الكوكب، دي كمان فتحت الطريق لحياة جديدة تماما. أول حاجة خلينا نوضح إيه هو التمثيل الضوئي للأكسجين، الأكسجينيك فوتوسينثيسيس. ببساطة ده نوع من أنواع التمثيل الضوئي اللي بتستخدمه الكائنات الحية زي البكتيريا الزرقاء السيانوبكتيريا علشان تحول ضوء الشمس لطاقة كيميائية وبينتج عنه أكسجين كمنتج سلام. زي النباتات النهارده لما بتستخدم ضوء الشمس وتطلع اكسجين. يعني ممكن نقول ان البكتيريا الزرقاء كانت اول منظمات بيئيه قررت تحول الكوكب من مكان خامل مليان ثاني اكسيد الكربون لمكان اخضر قابل للحياه بانتاج الاكسجين.